أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجأة صوته اتقطع، نفسه بقى متقطع، عينيه بدأت تغيب عن الوعي، وإيده وقعت من بين إيدين روبان اللي كانت بتبص له بعيون واسعة ومذهولة قبل ما تبص لفادي بعدم فهم. هو ماله؟ فادي كان واقف مصدوم قبل ما عينيه تحمر ويمد إيده اللي بتترعش ويغمض عينين يحيى وهو بيتكلم بصوت مهزوز جدا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. روبان بصت له بذهول وهي بترجع تبص ليحيى وبتربط على كف إيده: قوم، قوم يا يحيى، قوم يا يحيى أرجوك، ما تعملش فيا كده. يعني إيه؟ سيبني، حاسة إنك محتاج ترتني يا يحيى. قلت إيده بإزعاج وهي بتهزه. اتفتح الباب فلقيت راسها بتلف بسرعة ناحية الباب عشان تلاقي هارون وهدى داخلين بيبصوا لها بقلق، وهارون بيقرب منها. في إيه؟ هدى بصت على فادي اللي متجمد مكانه وحست إن هو هيقع في أي لحظة، فقربت منه من غير ما تحس. هارون بص على يحيى وهو شايف قدامه اللي عمره ما كان يتخيل هيشوفه. روبان قامت وقربت منه: يحيى ما بيردش على إيه يا هارون؟ ما بيردش ليه؟ هارون غمض عينه وهو حاسس إن قلبه بيتعصر عليها، وقرب فعلا وقعد قدامه وهي واقفة جنبه، نظراتها بتتنقل بين هارون ويحيى وجسمها بيترعش. هارون مد إيده يشوف نبضه من رقبته بس ما لقاش نبض، بلع ريقه بصعوبة وهو مش عارف هيواجهها إزاي، في حين إن فادي واقف ثابت مكانه. دموعه نزلت فجأة من غير ما يحس، وقع على الكرسي اللي وراه وبينت بصوت مكسور: لا، لا، مش كده يا يحيى، مش كده. قربت منه هدى بسرعة وهي بتمسك إيده وبتتكلم بأخوه: يا فادي. فادي حرفيا ما كانش مستوعب وهو بيبص على أخوه، دموعه بتنزل بس ملامحه ثابتة، مش مستوعب حرفيا. قام من مكانه بيشوف وشها المحمر وعيتها المكتوم وعينيها اللي بتزوق كأنها مش مدركة اللي بيحصل. مسك وشها بين إيديه وبيتكلم بحذر: روبان، ما تقوليش إنه مات يا هارون، وهتقول لي إنه مات. ما ردش عليها، بعدت عنه وهي بتروح عند يحيى بتنادي عليه، ماسكه ايده اللي بردت بتحاول تدفيها، بتبص له ودموعها مغرقه وشها: قوم يا يحيى، يحيى قوم علشان خاطري، ما تسيبنيش في الوجع ده تاني، يا يحيى بالله عليك قوم. هارون رفع وشه فوق بيستنجد بربنا ان هو يخفف وجعها ويخفف وجعه عليها. سحبها من دراعها ناحيته ومسح دموعها اللي نزلت واتكلم بحنيه: روبان، تعالي في حضني شويه. لا، لا، انا عاوزه اشوف يحيى، علشان خاطري تعالي في حضني انا شويه. هو عارف كويس قوي ان روبان من النوع اللي مش بيستوعب الصدمات بسرعه، الصدمات ممكن تستوعبها تاني يوم او اكتر، لكن هي لازم تستوعب دلوقتي. هو فعلا حضنها وقعد يطبطب عليها، مش عارف يقول لها ازاي: روبان انت قويه ومؤمنه بالله وقدره، ربنا استرد امانتي يا حبيبتي، مفيش حاجه في ايدينا نعملها. لا، لا، لا يا هارون، لا يا هارون، لا، لا، ما تقولش كده، هو يبقى كويس. انا لسه عاوزه اعمل ذكريات جديده معاه، محتاجه اعمل كده والله. زقته وهي بتبص ليحيى وبتتكلم برجاء: قوم يا يحيى، يا يحيى قوم علشان خاطري، انا لسه بحبك والله، طب انا لسه زعلانه منك. هارون ما قدرش يستحمل، شدها ناحيته لحد ما ظهرها لزق فيه وبيشدد عليها. فضلت تصرخ وبتضرب دراعه القوي اللي مثبتها على بطنها بتحاول تبعده بصرخات عاليه: سيبني يا هارون، سيبني. هدى دموعها نزلت غصب عنها وهي شايفه انهيار روبان قدامها وشقات طلعت منها غصب عنها، خصوصا وهي شايفه فادي بيقوم من مكانه وبيروح يبص على اخوه بصه اخيره قبل ما يسحب الغطا ويغطي وشه تحت نظرات روبان المفزوعه من اللي عمله. فهارون لف ناحيتها بيعضلها جامد لدرجه ان راسها لزقت في رقبته عشان ما تشوفش منظر صعب زي ده. شش، اهدي يا حبيبتي، انا جنبك. فضلت تعيط بانهيار ودموعها كانت مغرقه هدوم عشان تنهي حكايه يحيى اللي استسلم للاغماء الاخيره بعد ما اطمن ان اخته خلاص سامحته.